السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة هناخد أول سؤال في المراجعة النهائية وسؤال بما تفسر. بس قبل ما نبدأ لايك وشير وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله، توكلنا على الله ولا غالب على أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. رقم 1، بما تفسر ضعف دولة المماليك أواخر القرن ال15. ليه؟ هتقول نتيجة لتحويل تجارة الشرق على أيدي البرتغاليين بعد اكتشاف طريق رأس رجاء الصلع عام 1498. ومش بس كده، وتعرضها لأزمات سياسية، اضطراب الأمن، وتطاحن المماليك المستمر على السلطة، وكثرة الفتن والثورات الداخلية. سؤال رقم 2، عدم صدام سليم الأول مع الدول الأوروبية. ليه يا شباب؟ بسبب تفوق أوروبا العسكري والحضاري. يبقى بسبب تفوق أوروبا العسكري والحضاري. تفوق أوروبا العسكري والحضاري. رقم 3، رغبة سليم الأول في التوجه نحو الشرق، يعني نحو مصر والشام. عايز يروح ليه نحو مصر؟ هتقول ليه؟ رقم 3، لتوسيع ممتلكاته في الشرق عن طريق الاستيلاء على مصر. اشمعنى مصر يا سليمي أول؟ قال لي لأنها تمثل قلب العالم الإسلامي. تمثل قلب العالم الإسلامي. 4، بما تفسر هزيمة المماليك أمام العثمانيين بسبب التفوق العسكري للعثمانيين. 2، نزاع المماليك المستمر على السلطة وعدم استقرار الداخلي، يعني مفيش أمن. تمام. خش على السؤال رقم 5، بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه، يعني في عهده، عوامل ضعفه. علشان كم حاجة يا شباب؟ 3 حاجات. 1 2 3. رقم 1، قصر مدة حكم الوالي. الوالي كان بيقعد من سنة إلى 3 سنوات. رقم 1، قصر مدة حكم الوالي. 2، زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. طيب هات لي رقم 3، تطلع البكوات حكام المماليك إلى الانفراد بالحكم نظرا لضعف الدولة العثمانية في أواخر القرن ال18. السؤال اللي بعده، بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بسبب انحياز محمد أبو الدهب إلى الدولة العثمانية. انحياز مين؟ محمد بيك أبو الدهب إلى الدولة العثمانية. صلى على حبيب قلبك يتب. ونشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر تدهور الزراعة في مصر أثناء الحكم العثماني بسبب إثقال الفلاحين بالضرائب. 2، ظلم الملتزمين في جمعهم للضرائب. أما 3، إهمال شؤون الزراعة، لا في ري ولا في صرف. إهمال شؤون الزراعة. يلا نشوف السؤال رقم 8، عايز مننا إيه؟ بما تفسر تدهور الصناعة في مصر زمن العثمانيين بسبب رقم 1، تدهور الزراعة. أنا ما عنديش زراعة، هيبقى عندي صناعة؟ لا طبعا. 2، ترحيل الصناع المهر إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية. وبرضو الاعتماد أصبحت صناعات يدوية وبسيطة. ونشوف السؤال اللي بعده، بما تفسر تدهور التجارة الخارجية في مصر في عصر العثمانيين. أنا لا عندي زراعة ولا عندي صناعة، هبقى عندي تجارة؟ لا طبعا. يبقى تدهورت التجارة بسبب رقم 1، تدهور الزراعة والصناعة. 2، عدم الاهتمام بالطرق البرية. رقم 3،
غارات البدو. 4 اضطراب الأمن. اضطراب الأمن. يبقى التجارة الداخلية بسبب تدهور الزراعة والصناعة، عدم الاهتمام بالطرق البرية، غارات البدو، واضطراب الأمن. ونبدأ نقول صلى على الرسول. السؤال رقم 10 بقى، بما تفسر تدهور التجارة الخارجية في مصر في عصر العثماني بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب لطريق رأس الرجاء الصالح. يبقى بسبب اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح. رقم 1. أما 2 بسبب منح الدولة العثمانية الامتيازات، يعني التسهيلات. الامتيازات يعني ايه؟ يعني التسهيلات إلى الدول الأجنبية. سؤال رقم 11. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية خلال الحكم العثماني بالجمود والتخلف بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. بسبب العزلة التي فرضها العثمانيون على البلاد. ونشوف سؤال رقم 12. بما تفسر تدهور الحياة الأدبية وانتشار ظاهرة الدجل والشعوذة والخرافات في مصر زمن العثمانيين بسبب جمود وتخلف الحياة الفكرية والثقافية في مصر خلال الحكم العثماني. رقم 13. بما تفسر الحملة الفرنسية على مصر. 1 2 3. 1 لتعويض ما فقدته فرنسا من مستعمرات، يبقى تعويض فرنسا عن فقدان مستعمرتها. 2 قطع الطريق بين انجلترا ومستعمرتها في الهند. اما 3 انشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها في مصر. بما تفسر اصطحاب نابليون معه مجموعة من العلماء أثناء حملته على مصر. 1 لدراسة أحوال مصر من جميع النواحي. 2 كيفية استغلال مواردها. 15 اصطحاب نابليون في أثناء حملته على مصر مطبعة عربية وأخرى فرنسية لطبع المنشورات للأهالي. طب رقم 16 إعدام نابليون محمد قريم أثناء حاكم الإسكندرية عام 1798 بسبب مقاومته للاحتلال الفرنسي وعدم استسلامه. بسبب مقاومة الاحتلال الفرنسي وعدم استسلامه. بما تفسر هزيمة المماليك أمام القوات الفرنسية لاعتمادهم على الأسلحة التقليدية اللي هي الفروسية. لاعتماد المماليك على الفروسية بينما اعتمد الفرنسيون على المدافع والمعدات الحديثة. 18 بما تفسر أخفقت القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد. ما قدروش على الصعيد ليه؟ بسبب استخدامهم حرب المناوشات، يعني كان بيضرب ويطلع يجري، والمعارك المتفرقة والتي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. نظرا لطول الوادي. السؤال اللي بعده، بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى عام 1798. أنا عندي فرض وتفتيش وهدم. 1 فرض نابليون الضرائب على الأهالي. رقم 1 فرض نابليون الضرائب الفادحة على الأهالي. 2 تفتيش البيوت بحثا عن الأموال. أما 3 هدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة. 4 هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. يبقى فرض نابليون الضرائب الفادحة على الأهالي، تفتيش البيوت بحثا عن الأموال، هدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة، هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. بما تفسر اهتمام نابليون بإنشاء الدواوين. ليه أنشأ الدواوين؟ لتدريب العلماء على نظام مجالس الشورى وتلقي الآراء فيما يعود على الأهالي بالنفع العام. بما تفسر حملة نابليون على الشام. 1 لتحالف الدولة العثمانية مع انجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين. 2 مواجهة الجيش العثماني قبل أن يصل إلى مصر. بما تفسر فشل نابليون في فتح عكا عام 1799 بسبب حاجتين.
هات لي واحد، هات لي اتنين. رقم واحد أيمن أول حاجة. اتنين، رقم واحد قوة وشجاعة أهالي عكا في المقاومة بقيادة أحمد باشا الجزار. يبقى استبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم بقيادة أحمد باشا الجزار. اتنين، بسبب مساعدة انجلترا اهالي عكا بالسلاح عن طريق البحر. بما تفسر رحيل نابليون الى فرنسا سرا. ليه يا شباب؟ بسبب تحالف الدول الاوروبية ضد فرنسا. بسبب تحالف ليه؟ بسبب تحالف الدول الاوروبية ضد ايه؟ ضد فرنسا. بسبب تحالف الدول الاوروبية ضد فرنسا. ماشي. بما تفسر كان كليبر من أنصار عدم البقاء في مصر. كان عايز يمشي ليه يا كليبر؟ كان كليبر من أنصار عدم البقاء في مصر. واحد، بسبب تناقص الجنود الفرنسي نتيجة المعارك داخلية خارجية. اتنين، عودة المماليك للمقاومة. تجدد الثورات المصرية في الشرقية وامتدادها إلى وسط الدلتا وغربها. أرسلت الدولة العثمانية حملة أخرى إلى العريش ودمياط. السؤال اللي بعده، بما تفسر فشل اتفاقية العريش عام 1800 لتدخل انجلترا واشتراطها خروج الحملة كأسر حرب. يعني يا كليبر هتطلع مذلول. تركت الحملة. السؤال اللي بعده، بما تفسر تركت الحملة آثار علمية. تركت الحملة آثار علمية كبيرة في مصر. واحد، اكتشاف حجر رشيد. أما اتنين، تأليف كتاب وصف مصر. طب هات لي تلاتة، دراسة مشروع توصيل البحرين الأحمر والمتوسط. أما أربعة، إنشاء المجمع إنشاء المجمع العلمي. رقم 27، فتحت الحملة. بما تفسر فتحت الحملة الفرنسية عيون الاستعمار على مصر لأنها نبهت أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية موقع مصر وخاصة إنجلترا. بما تفسر فشل نابليون في السيطرة على مصر بعد فشل المماليك في السيطرة على مصر بعد خروج الحملة الفرنسية بسبب انقسامهم والصراع بينهم على الحكم. بسبب انقسامهم والصراع بينهم على الحكم. بما تفسر ثورة الشعب المصري عام 1800. ليه يا شباب؟ بسبب فرض الولاة الضرائب والأتوات على الأهالي. بسبب فرض الولاة والأتوات على الأهالي. بما تفسر اكتسب محمد علي ثقة وعطف زعماء الشعب المصري عام 1804. هات لي واحد، لأنه عمل إيه في أثناء ثورة الشعب المصري؟ قام بمال. واحد، جهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ. أما اتنين، اختلط بالأهالي الساخطين. طب هات لي تلاتة، تعهد بأن يبذل قصارى جهده لرفع الضرائب عن الناس. الضرائب على الناس. بما تفسر اختيار الزعماء لمحمد علي واليا على مصر عام 1800 بسبب ثقتهم به لانحيازه إلى الشعب في ثورة 1804. بما تفسر يعتبر يوم 13 مايو 1805 انتصارا لإرادة الشعب المصري. هتقول لأن في هذا اليوم قام الشعب المصري بعزل الوالي وتولية والي آخر لأول مصر في تاريخ مصر الحديث، حيث عزل الشعب خورشيد باشا وقاموا بتولية محمد علي. تمام. بما تفسر فرمان السلطان العثماني بنقل محمد علي عام 1806 بسبب ضغط انجلترا على السلطان العثماني لعزل محمد علي واسناد حكم مصر الى محمد بيك الألفي او اي ولي اخر غير محمد علي لكي تطمئن على مصلحة الاقتصادية.
السؤال اللي بعده، حرص انجلترا على السيطرة على مصر عقب خروج الحملة الفرنسية. 1. لتأمين طرق مواصلاتهم إلى الهند. 2. لضمان مصالحهم التجارية مع الشرق الأقصى. بما تفسر حملة فريزر على مصر عام 1807 لخلع محمد علي وتعيين محمد بك الألفي. رقم 36، تخلص محمد علي من المماليك في مذبحة القلعة. ليه يا شباب؟ لأنه كان يرى أنهم مصدر للقلق والفوضى وعناصر الفساد، ولكي ينفرد بالحكم. بما تفسر نفي محمد علي للسيد عمر مكرم إلى دمياط للتخلص من الزعامة الشعبية والانفراد بالحكم. هو عايز يتخلص من الزعامة الشعبية والقيود اللي هم فرضوها على محمد علي. بما تفسر تطبيق محمد علي لنظام الاحتكار في الاقتصاد المصري. ليه؟ لكي يضمن الدخول في سوق التجارة، وعايز يضمن الدخول في سوق التجارة منافسا غيره من الدول. ماشي. بما تفسر تقدم الزراعة في مصر في عصر محمد علي بسبب اهتمامه بالتعليم الزراعي. عمل ادخال محاصيل زراعية جديدة وتزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة. وعمل تاني؟ تحسين وسائل الري وانشاء العديد من القناطر على النيل. اللي بعده الغاء نظام الالتزام. اخر حاجة استخدام الخبراء من الخارج. خبراء من الخارج. اللي بعده، بما تفسر تقدم الصناعة في عصر محمد علي. 1. إقامة المصانع الحكومية واستخدام خبراء الصناعة من الخارج. أول حاجة رقم 1. أما 2. جمع الصبية للعمل في مصانع الدولة، فكان بمثابة مدارس صناعية. بما تفسر نشاط التجارة الداخلية والخارجية في عهد محمد علي بسبب هي نشطت ليه؟ نتيجة للنهوض بالزراعة والصناعة واستقرار الأمن. يبقى نتيجة النهوض بالزراعة والصناعة واستقرار الأمن. بما تفسر نشطت التجارة الخارجية في مصر أثناء محمد علي في عصر محمد علي لأنه اهتم بالموانئ وقضى على القراصنة في البحر الأحمر. 43. تدهورت طبقة التجار المحليين في عهد محمد علي بسبب تطبيق محمد علي لسياسة الاحتكار في التجارة. في التجارة. اللهم صل على سيدنا محمد. بما تفسر اهتمام محمد علي بالتعليم. هو اللي كان ليه محمد علي كان مهتم بالتعليم علشان 1 لتخريج موظفين يعملون في المصالح الحكومية. أما 2 لحاجته إلى فنانين ومتخصصين في كل الفروع لخدمة الجيش والأسطول. بما تفسر إرسال محمد علي البعثات للخارج لدراسة فنون الصناعة وترجمة الكتب الخاصة بها. رقم 26. بما تفسر إنشاء محمد علي المطبعة الأميرية. 1 لطبع الكتب اللازمة للمدارس. 2 لطبع الكتب الفنية والأدبية. طب رقم 3 لإصدار صحيفة الوقائع المصرية. رقم 47 اهتمام محمد علي ببناء القوة العسكرية لتحقيق توسعاته والاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية وبناء الدولة الحديثة.
بما تفسر إنشاء محمد علي المدرسة الحربية في أسوان لتخريج ضباط يعملون في الجيش المصري. لتخريج إيه؟ ضباط يعملون في الجيش المصري. رقم 49 تقسيم محمد علي مصر إلى 7 مديريات اللي هي تنظيمات الإدارية. ليه؟ للسيطرة على البلاد وتنظيم شؤونها. عشان يعرف إزاي؟ عشان يعرف يسيطر على البلاد وينظم الشؤون. سؤال رقم 50 بقى. بما تفسر إنشاء محمد علي مجلس المشورة عام 1829 لمساعدته في تسيير أمور البلاد. لمساعدته في تسيير أمور البلاد. 51 بما تفسر حروب محمد علي في اليونان للقضاء على ثورة بلاد اليونان. للقضاء على ثورة بلاد اليونان ضد الحكم العثماني. بما تفسر ضم محمد علي للسودان. محمد علي ليه عمل حروب السودان؟ لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية. بما تفسر حروب محمد علي في الشام بسبب الصراع مع السلطان العثماني. بسبب ليه؟ الصراع مع السلطان العثماني. بما تفسر استعان محمد علي ببعض الأساتذة الأجانب للتدريس في المدارس العليا والإسهام في الترجمة. للتدريس في المدارس العليا والإسهام في الترجمة. بما تفسر السؤال اللي بعده إنشاء محمد علي ترسانة في بولاق والإسكندرية لصناعة السفن الحربية والتجارية. لصناعة السفن الحربية والتجارية. رقم 56 حروب محمد علي في الجزيرة العربية للقضاء على الحركة الوهابية التي كانت تهدد الدولة العثمانية في الجزيرة العربية. رقم 57 بما تفسر توتر العلاقات بين الدولة العثمانية محمد علي بعد حروب اليونان. 1 بسبب تفاوض محمد علي مع القوى الأوروبية لتأمين انسحاب الجيش المصري من المورة. 2 تصميم محمد علي على الانفصال والاستقلال بمصر. آخر سؤال معايا. بما تفسر تحالفت الدول الأوروبية مع الدولة العثمانية ضد محمد علي في معاهدة لندن عام 1840. 1 لوقف توسعات محمد علي. 2 لوقف قوة محمد علي لخطورتها على التوازن الدولي. رقم 1 لوقف توسعات محمد علي. 2 لوقف قوة محمد علي لخطورتها على التوازن الدولي. ده أول سؤال بما تفسر معايا في المراجعة النهائية. وإن شاء الله انتظروا أسئلة ما النتائج المترتبة على وما العلاقة بين وماذا يحدث إذن في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. يا رب تكونوا استفدتم. كان معكم مستر إبراهيم شعبان. سلام.